اليوم السادس على التوالي تستمر العروض المسرحية لمهرجان الشهيد يكتا هراكول بنسخته السابعة في مدينة قامشلو بعنوان الوطني الحقيقي هو فنان شجاع. وقدمت فرقة آرجيش من شرق كردستان في اليوم الخامس عرضها المسرحي على خشبة مركز محمد شيغول للثقافة والفن بعنوان سبيرو من تأليف آرشاك رؤوف كومبادي وإخراج. وجسد العرض المسرحي مجزرة حلبشة التي ارتكبها النظام العراقي في 16 من آذار عام 1988 حيث قصفت المدينة بالأسلحة الكيماوية ما أدى إلى مقتل نحو 5000 شخص بينهم نساء وأطفال. كما قدمت فرقة تياترا هنار من مدينة قامشلو عرضا مسرحيا بعنوان رصاصة واحدة من تأليف صباح الإنباري وتحضير وترجمة محمد أشرف وإخراج شفزان فواز محمود. ودارت أحداث العرض المسرحي حول مقاتل محاصر من مجموعات جهادية وهو يدافع عن وطنه لإنقاذ الإنسانية من بطش الإرهاب. اليوم كان لنا الشرف أن قدم عمل فرقة روجهلات، وحقيقة كان عملا برأيي الشخصي كان عملا متكاملا امتلك كل أدوات الفن المسرحي، من التعامل مع الديكور، الفكرة، الإخراج، الإضاءة، التمثيل. بصراحة قدم لنا رؤية بصرية عالية، وأنا وصفته بأنه عمل مسرحي عالمي انترناشونال شو عابر للحدود، يتحدث عن المجزرة التي حدثت بحق الكرد وهي الكيماوي وهي الأنفال أعتقد. حقيقة أنا كممثل ومخرج تمنيت أن أكون واحدا من الممثلين على خشبة المسرح من روعة هذا العرض. المخرج يمتلك رؤية بصرية عالية، فكر عالي. هذا العرض هو بداية المسرح الكردي العالمي. جئنا من مدينة أورميا من روجهلات إلى مدينة قامشلو في روجافا. حقيقة إنه لشعور رائع ولا أستطيع وصف كمية الفخر والسعادة اللذان يكمنان في كياني. قدمنا اليوم عرضنا المسرحي بعنوان سبيرو على خشبة مركز محمد شيغول للثقافة والفن في قامشلو. وأكرر وأعيد، أنا فخور جدا بأننا هنا اليوم للمشاركة في مهرجان يكتا هراكول بنسخته السابعة في مدينة قامشلو في روجافا كردستان.